اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات ذا فايزر بودكاست. بنقابل انتربرينورز واكسبرتس في الاندستري بتاعتهم، وبننقل خبراتهم وبننقل ارائهم وافكارهم عامة على الاندستري دي. الحلقات اللي فاتت احنا اتكلمنا مع ناس اكسبرتس في مجال الرياضة، وعايزكم تتفرجوا الناس دي بتفكر ازاي او بتبقى ايه افكارها ناحية المجال ده والاندستري دي. النهارده احنا معانا حد عنده اكسبيرينس اكتر من 10 سنين في مجال السبورتس مانجمنت والسيلز مانجمنت، وعلى ما اظن كل واحد عنده الباشن او عنده الشغف ناحية إدارة الإيفنتات أو إدارة المبيعات بشكل عام. هيحب جدا إن هو يتفرج على الحلقة دي، لان احنا النهارده معانا واحد من الناس اللي ساهمت في ان ميركيور اسماعيليه تبقى ديستنيشن لمعظم الفرق في السكاوتنج في اسماعيليه، ونقل المدينه دي او نقل الفندق عامه لمكان تاني تماما، وخلى الحته دي بقى فيها منافسه وبقى فيها كومبيتيشن. معانا النهارده مستر ابراهيم نصر، دايركتور اوف سيلز ميركيور اسماعيليه. مستر ابراهيم، مبسوط اني معاك يا مروان. شايفك بقالك فترة. كل فترة بنتقابل بلاقي عندك حاجة جديدة. انت عاوز تضيف موضوع جديد للاندستري. انت شايف ان السبورت ده اندستري، ده بالشغل، مش مجرد طب يلا بنلعب كورة، يلا نلعب كورة، يلا بنروح جيم خلاص نروح جيم. لا، انت ما شاء الله عليك حد مذاكر كويس والإديوكيتد جدا. انا كل مره انت اصغر مني شويه حلوين، بس كل مره بقعد معاك انا بستفيد منك كتير. والله ده فمبسوط. شرف ليا، واتمنى اكون وفيت حقك في الانترودكشن. ده كتير جدا. انا عجبتني الانترودكشن بتاعتك. انت قلت كلمه حلوه قوي، قلت الشغف. وانس انك تحس انك ما عندكش شغف للحاجه اللي انت بتعملها، سيبها. يعني انت لو مش كل يوم هتصحى الصبح وانت عندك شغف ان انت تعمل احسن حاجه في الشغلانه اللي انت بتعملها، خلاص روح اشتغل في بنك بقى، روح اشتغل في وات ايفر، بتشتغل في اي مؤسسه موظف، بروح الساعه 2 الظهر، بروح الساعه 4 العصر، وخلاص على كده. لكن اللي يبقى عندك شغف، هي دي اكتر كلمه اللي بتخليك ان انت تحسن من نفسك وتحسن من ادائك وتبص حواليك وتشوف احسن حاجه بتعمل ايه. بمناسبه الشغف، عشان تبقى رقم واحد ما بتجيش بالصدفه، ما بتجيش باي لك. لازم تكون انت عايز تبقى رقم واحد. فانا مبسوط جدا ان انا معاك. هديك الفرصه انك تسالني علشان اعرف اجاوبك. انا عندي حاجه، يعني انا دايما بحب ان انا استضيف ناس بتحارب علشان توصل لتارجت معين او جول معين، وتكون حققت اتشيفمنتس وما بتشغلش بالها بالبيرسونال براندنج او انها تطلع على السوشيال ميديا او تطلع في الميديا بشكل عام. انا بحب جدا ده، وانا معظم الناس اللي عملت معاهم الحلقات انتربرينورز واكسبرتس في الاندستري بتاعتهم فعلا، وبيحاربوا لقضيه معينه. احنا في مدينه اسماعيليه دلوقتي، كثافة سكانية مش زي القاهرة، السلوك المستهلك مش زي القاهرة، السيلز مش زي القاهرة وما يتقارنش بالقاهرة خالص. ازاي قدرت تبقى ديستنيشن قوية جدا لسكان القاهرة ولسكان اسماعيلية والناس حتى بره مصر، الفورن بشكل عام؟ بص يا مروان، انا اولا انا راجل خريج تجاره. يعني اللي انا عايز اوصله ايه، ان انت عشان تبقى شاطر في شغلانه ورقم واحد فيها، مش شرط ان انت تكون اكاديمي ودرست كتير. الدراسه مهمه جدا طبعا، بس انا عملت شيفت لكل الناس اللي كانوا في وقتي بيروحوا يتجهوا ان هم يشتغلوا في بنوك او في شركات محاسبه او وات ايفر. وانا الصدفه خلتني ان انا ادخل مجال الفنادق، والصدفه لما دخلتني مجال الفنادق دخلتني فندق مختص قوي بالسبورت سيجمنت. فلما دخلت انبهرت. كمان كان اسمه ايتاب زمان، وكان احمد زكي بيجي هنا قبل ايتاب، قبل ايتاب. انا كنت في اوتيل تاني اسمه سبورت سبورت. كان الاونر بتاعه دكتور عفتاب عظيم، راجل كادر كبير جدا عندنا في اسماعيليه، اتولى رئيس النادي الاسماعيلي قبل كده، وحد حد ذو فضل عليا كبير جدا. فاول ما دخلت شفت ايه ده، فرق. احنا بنحب الكوره، اسماعيليه احنا بنتنفس كوره. كاتالونيا زي اه كاتالونيا بالظبط، انا شاب اسماعيليه دايما كاتالونيا. طبعا. دخلت ايه ده، فرق، ايه ده، لعيبه. اتبسطت بالموضوع. واحده 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 واحده، الدنيا بدات افهمها اكتر، افهمها واحده واحده.
عايز اقول لك طبعا انا دلوقتي في اوتيل عظيم، ميركوري اسماعيليه، عريق، حاجه محترمه. بس انا عايز اقول لك ان انا سبورت سبورت كان بالنسبه له حاجه صغيره. قعدت فتره كبيره جدا جدا جدا، استحوذت على سوق السبورت سيجمنت كله في سبورت سبورت. بعد كده الناس هنا طلبوني، جيت الحمد لله نقلنا نقله ميركور، نقله تانية خالص. بعد كده فتحت فنادق جنبنا، وكانت حاجه مشرفه الصراحه. اتعاملتوا الفندق ازاي بقى مع الفندق الكومبيتيشن؟ الجميل، اول حاجه بتخاف طبعا. ايه ده كومبيتيشن؟ يعني ايه كومبيتيشن؟ اسماعيليه يبقى فيها كومبيتيشن؟ انت في حاجه الشارع، في الشارع طبعا في الشارع بتاعك في طبعا. في كومبيتيتور. بس انا عايز اقول لك ان الكومبيتيشن زودت جدا 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 من الباشن اللي عندك، وخليتك وزودت لك الموضوع بقى بالنسبه لك. طب ليه لا؟ في اوتيل جنبك كويس وانت اوتيل كويس، طيب ننجح احنا الاثنين مع بعض. التالت فتح كويس، طيب ننجح احنا الثلاثه مع بعض. فالموضوع كان لا كان كويس جدا. ف في 2018 بدأنا نشتغل على الجلف. الجلف اللي هو يعني دول الخليج دول بشكل عام. الخليج، دول الخليج. ناس تيجي تعمل معسكراتها هنا. زمان كانوا بيجوا يقول لك احنا رايحين القاهره، محدش يعرف اسماعيليه، مع ان يا جماعه تعالوا بصوا على اسماعيليه دي عامله ازاي. لا كان كمان بيحجز في فندق وبيلعب او بيتمرن في نادي، بره. في استاد بره. بالظبط بالظبط. انت هنا عملت كل حاجه جوه المكان. هنا اوريدي احنا عندنا ملاعب من احسن الملاعب الموجوده في مصر، فدي ساعدتنا. لعبت عليها انا لعبت فتره. عليها، وعندنا النو هاو. والنو هاو ده مش عندنا بس، ده عندي وعند كل زمايلي اللي موجودين وعند كل الناس اللي شغالين في المكان. لا عندنا النو هاو. يعني ايه النو هاو؟ يعني عارفين الراجل ده جاي عاوز ايه من المعسكر. عاوز ينام نومه كويسه، وعاوز ياكل اكل هيلسي، وعاوز يتمرن كويس. الثلاث حاجات دول لو انت عملتهم صح، انت خلاص، انت ما حدش يقدر عليك. بالصدفه اشتغلنا بالصدفه 2018 فرقه، في الثانيه، في الثالثه، الناس روحت. انا عايز اقول لك ان هم بقوا بيبعتوا لبعض على جروب الواتساب بتاع رؤساء الانديه: يا جماعه ازاي احنا بنروح في اي حته غير اسماعيليه؟ ايه ده؟ يعني انا بتمرن في مكان البحر جنبي، الجو هايل، الدنيا حلوه، البلد هاديه. وارخص من كل حته ده تانية انا هاجي لك في نقطه بقى الحته الفاينانشال والبادجت والكلام ده، لا احنا بنتكلم في موضوع بعيد قوي، هاجي لك فيها طبعا. فالحمد لله عملنا ريبيتيشن كانت حلوه قوي قوي. 2019 ربنا قدرني ان انا كنت جزء من الجماعه اللي كانوا بينظموا بطوله الامم الافريقيه. وبطوله الامم الافريقيه 2019 من احسن البطولات اللي مصر نظمتها، لولا بس ان احنا الفريق ظهور بتاعنا تذكرتي وفضول جميل ان الفريق جدا بتاعنا ما جدا جدا جدا. كان ناقصنا حاجه واحده بس، ان المنتخب بتاعنا يدخل ادوار بعد كده متقدمه. حتى اسماعيليه كان فيها غربان كتير، ان انتوا تتعاملوا مع الغربان ان هي ما تدخلش الملاعب بالظبط بالظبط أي. بالظبط. واستاد اسماعيليه كان حاجه صراحه صرح عظيم فاشتغلنا، فحسيت ان الموضوع ده لا ده هو ده الكنز. السيجمنت ديت هي دي اللي انا عايزها، هي دي اللي انا عايز اشتغل عليها، هي دي اللي اتميز بيها. اشتغلنا 2019، الدنيا كويسه، خلص بطوله افريقيا. الريبيتيشن بقى اللي قلت لك في 2018، انا لقيت كميه تليفونات بتجيلي: احنا عايزين نروح للمكان اللي احنا الفرق فلان وفلان وفلان عسكروا فيه في 2018. بالفعل لقيت، طب ما انا بالنسبه لي احنا الكاباسيتي قد ايه؟ فلقيت ان بقى في اوفر بوكينج، فكويس ان في اوتيلات تانية جنبي موجوده، فبدا يروح لهم. فالاوفر بوكينج ده يعني زود الديماند، بقت حاجه كويسه، وبقى في كومبيتيشن، وانا اعمل حاجه حلوه والاوتيل اللي جنبي يعمل حاجه حلوه، انا اعمل حاجه حلوه وهو يعمل حاجه حلوه. الموضوع زاد. دلوقتي انا عايز اقول لك على حاجه، ان بلد زي بلد السعوديه مثلا، البلد ديت بلد عظيمه طبعا. دوري روشن بالنسبه لها ده الناس بتفضل انها تروح اوروبا لحد اللحظه اللي احنا فيها دي. لكن الدوريات ما دون دوري روشن هم الخيار الاول ليهم مصر، والخيار الاول ليهم اسماعيليه. فاشتغلنا وانا في 2019، انا مش هنسى التاريخ دوت، يوم 5/9/2019. 5/9/2019 ده انا شايفه ان هو اهم تاريخ، يعني هو اللي مديني باشن ان انا اكمل واقول انا عاوز ايه. انا حاطط لنفسي هدف هوصل له، يعني هوصل له. ايه هو؟ ابقى رقم واحد للاونر ايفنت. هتيجي امتى وازاي؟ هتيجي، يعني هتيجي امتى وازاي؟ هتيجي. ابتدينا فيها. انا بصيت حواليا يا مروان، لقيت ان الاسواق المنافسه لينا ايه. احنا خلاص احنا اتفقنا ان انا اسماعيليه بالنسبه لي، وانس ان حد جاي اسماعيليه سواء جاي الاوتيل هنا او جاي اوتيل تاني، انا خلاص انا كده عملت الاشيفمنت اللي انا عايزه.
مفيش مشكله. لقيت ان في تركيا موجوده، وفي اوروبا الشرقيه موجوده، وفي صربيا موجوده. فلما ابتديت اعمل كومبير بالبادجت بين فرقه جايه مصر وفرقه رايحه تركيا ولا رايحه صربيا ولا رايحه اوروبا الشرقيه، لا يا جماعه احنا بنتكلم في 3 و4 و5 اضعاف. الموضوع يعني الفرق كبير جدا. فشغالين احنا لحد دلوقتي، اللهم لك الحمد. انا شايف ان احنا ماشيين بخطى ثابته. كانت تنقصنا الحاجه الوحيده اللي تنقصنا جوده الملاعب وجوده الاستادات عشان نبقى زينا زي اوروبا وزي تركيا. انا شايف ان احنا مثلا عملنا استاد هيئه قناه السويس، حاجه فخر فخر. عملنا فيه بطوله افريقيا تحت 20 سنه، كانت حاجه كويسه. بعد كده للاسف مش شغال. طب يا جماعه نشتغل شويه عليه. انا بجود محتاجين ايفنتس كتير، محتاجين ايفنتس كتير تحصل في مصر وتحصل في اسماعيليه ممكن عشان عشان نشتغل. الاهتمام بالعاصمه الاداريه هو اللي ادى لا هم مهتمين بيه، وهيئه قناه السويس مش متاخرين فيه خالص. ده بالعكس، ده جددوا النجيله وهو مش شغال. يعني الموضوع بالنسبه لهم مهتمين بيه جدا جدا جدا. لكن القصه كلها ان نبدا يا جماعه نشتغل ماركتنج شويه. انا السنه اللي فاتت في ظل احنا بنتكلم 2023 ديت في الصيف، كان فيها فوق ال 50 معسكر في اسماعيليه على مدار ال3 شهور. احنا عملنا سواء في الفندق عندي او في الفنادق اللي جنبي، احنا عملنا فوق حوالي 30 ماتش فريندلي ماتش، وكانت بكوست كويس ودخلت ريفينيو للاستاد. والناس لما دخلت قالت ايه يا جماعه ده؟ لما انتوا كده بتقولوش ليه؟ يعني لما انتوا عندكم الكلام ده ما بتقولوش ليه؟ ده المكان ده ولا موجود في اي دوله من الدول اللي احنا بنطلعها بره في اوروبا لا، حاجه ايوه مختلفه. الملاعب لو شفت، انا بشوف معسكرات الاهلي وبشوف معسكرات الانديه المختلفه، الملعب تحس ان انت داخل اكاديميه كوره. اكاديميه وفي وسط غابات ومشوار كبير جدا عشان توصله. بالظبط. لا، انت بتتكلم الاوتيل اهو، الاستاد اهو، عندك ملاعب تدريب، عندك ملاعب مباريات، انت مش محتاج حاجه. شغالين السنه دي ان احنا بنستغل الاستاد اكتر في شغلنا. شغالين من ضمن الافكار ان احنا بنحاول نوصل للناس احنا محتاجين نعمل مركز طب رياضي على مستوى عالي زي حاجه زي سباير مثلا. محتاجه تكلفه شويه، لكن احنا عندنا الناس اللي قادره انها تعمل انفستمنت في الحته ديت. واللي اعتقد ان الريتيرن اوف انفستمنت مش هيبقى بعيد. انت لو حسبت كل فرقه في مصر بتصرف قد ايه على حجم اصاباتها، فريق اول وقطاع ناشئين، انت لو جمعت الموضوع دوت وعملت حاجه زي انشورنس او سوليداريتي، بحيث كل نادي، يا نادي اهلي انت بتدفع كام في اصاباتك؟ بدفع 10 مليون جنيه. خلاص هات ال 10 مليون جنيه. يا نادي اسماعيلي بتدفع قد ايه؟ 7 مليون. هات ال 7 مليون. يا زمالك بتدفع قد ايه؟ 8 مليون. جمع ده كله وقول يا جماعه انتوا الفرق الاول وقطاع الناشئين، اي اصابه لا قدر الله، رباط صليبي او غضروف او كيليس او الاصابات اللي احنا بنروح نعالجها بره ديت، احنا موجودين واحنا بنعالج. وخلاص انت بتدفع الفيز ديت اول كل سنه، مش هتدفع حاجه تاني. حصل لك اي حاجه، هو نوع من انواع الانشورنس. يا ريت الفكره احنا ديت. لسه بنتكلم مع دكتور عمرو في الحلقه اللي فاتت. طبعا دكتور كنا عمرو طبعا قيمه وقامه، طبعا حاجه محترمه جدا. كنا بنتكلم في حته الاصابه لما بتحصل بتؤدي لايه بقى بعد كده، التبعيه بتاعتها ايه؟ بالظبط. ان النادي يخسر بطوله، ان النادي يصرف عليه فلوس. طب ما من الاول اعمل له البريفنشن ان هو يتجنب ده عن طريق القياسات. فده مهم جدا وجود المركز الطب الرياضي في الهوسبيتاليتي بشكل عام. والله يا مروان، يعني انا شايف الموضوع بسيط جدا. وعندنا على فكره هنا الدكاتره العلاج الطبيعي ما يختلفوش تماما عن اي حد تاني. ولو هاكسبرت من بره على فكره، ما فيهاش يعني مشكله ولو برضه، هاكسبرت من بره، ايه بس المشكله؟ عامه دلوقتي ما بقى احسن. انا فاهم لما يجي ويعمل فتره معايشه مع الدكاتره الموجودين هنا والدنيا تتحسن اكتر، ليه لا؟ بقى في اويرنس الحمد لله في الليبر عكس زمان. يعني في الاول كان العماله كانت صعبه جدا انت تلاقي دكتور شاطر. لا دلوقتي عندهم الابيليتي ان هم يتعلموا ويشوفوا، وهم بقوا شاطرين. وكمان لو محتاج ان انا اجيب لهم حد احسن دكتور في المانيا بتروح يتعمل عنده رباط صليبي، يجي يقعد معانا هنا. ايه المشكله؟ لما بكلمك على استاد هيئه قناه السويس، لا الاستاد ده فيه اماكن كبيره جدا ممكن تتعمل بحاجه بالطريقه ديت. يبقى انا اخلي الفرق اللي عندي مبدئيا لا قدر الله في حاله الاصابات تتعالج عندي، واخلي الناس من بره في دول الخليج والدول العربيه يجوا يتعالجوا عندي انا كمان بدل ما يروحوا اوروبا. يعني الموضوع انا شايفه ان هو لا يعني ابليكابل ان هو يحصل. لو الموضوع محتاج ان احنا نعمل كونكشن ما بين وزاره الشباب والرياضه، ما بين هيئه الرعايه الصحيه، ما بين الفنادق، ما بين الفرق، لا نقدر نعمل حاجه زي كده وتكون حاجه كويسه جدا. وبعدين انا ليه اخلي اللعيب بتاعي لا قدر الله لما تجيله اصابه، ودي اوحش حاجه ممكن تحصل للاعيب الكوره. انت مجرب يا مروان وعارف. فدي اكتر حاجه ممكن تحصل للاعب الكوره. ليه ما انا ما عنديش دلوقتي ملاءه ماليه ان انا اطلع لك $20,000 مثلا عشان تتعالج بره دلوقتي. لا انا بدفع فيز كل سنه. خلاص يا جماعه ده انشورنس.
حصل لي حاله، حصل لي حالتين، حصل لي 10، ما حصليش خالص، انا بدفع. بس بعمل ايه؟ بعمل بروتكشن بريفنشن اصلا ان هو وفاينانشالي ستيبل، ما يبقاش في خلاص حاجه انا دفعت الفيس دي بتاعت اصابات لو حصلت لا قدر الله، ليه لا؟ وتيجي بقى الناس تيجي من بره، نرجع بقى للحته بتاعتي تاني، دي هتفيدني في ايه؟ الناس هتيجي للسياحه الرياضيه، هيجي يتعالج وهقعد في فندق انتوا دلوقتي حاليا ديستنيشن قويه جدا في السياحه الرياضيه، بالظبط كده. ولسه كملها يعني انتوا واخدين ماركت شير قد ايه او حصه من السوق قد ايه تقريبا جوه مصر. افريج جوه مصر جوه مصر؟ جوه مصر فوق 90% اسماعيليه. خلاص اسماعيليه، حد يقول لك عامل معسكر في مصر اقول لك اجي اسماعيليه. خلاص هو فعلا هو هيلاقي فين بلد زي اسماعيليه؟ انا عنصري شويه ومنتمي شويه لا 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 لاسماعيليه، صح، انا معاك، بس فعلا انا ساكن في اسماعيليه فين؟ اصلا ما انا يعني بقول لك يعني فين تيجي تلاقي خضره وتلاقي بحر، تلاقي بلد هاديه، تلاقي جو نظيف. وبعدين في نقطه يا مروان عاوز الفت انتباهك ليها، القصه اللي احنا بنتكلم فيها ديت كلها احنا بنوفر عمله صعبه كبيره جدا، الناس ديت كلها بتيجي تدفع دولارات، كل ده مداخل الناس كلها بتستفاد بيه. فالموضوع لا كويس لو احنا بنشتغل اجتهادي شويه، لا احنا عاوزين نوصل اكتر ونعمل كوميونيكيشن اكتر ونعمل كونكشن اكتر مع الجهات ومع السياديه اللي موجوده، ان احنا يا جماعه ده انتوا زقوا معانا كمان. يعني لو في حد جاي ومعاه لعيبه اجانب ومحتاج تسهيل في الفيزا والدخول والكلام ده كله، لا يا جماعه احنا مجرد ان احنا نقول احنا عندنا معسكر، لا بوش معايا، بوش معايا في كل حاجه. انا برضو عايز اوضح ان الهوسبيتاليتي مانجمنت او ان انت تدير فندق لكاستمر عادي ده حاجه، وان انت تدير الفندق لكاستمر رياضي ده حاجه تانية خالص، كنيوتريشن كراحه ليه هو كرياضي. في نفس الوقت انت عندك الكاستمر اللي مش رياضي، وعندك الكاستمر الرياضي. انت عشان تعمل ان انت تقدم بالظبط، السيرفيس نفس السيرفيس اللي انت بتقدمها وتعمل ساتسفاكشن لده وساتسفاكشن لده، على فكره هي حاجه ده حوار صعبه ده جدا. حوار، واللعيبه بقى ساعات بتبقى مهيبره طبعا وتقعد تعلي في صوتها طبعا وتصوت وبتاع، طبعا فانت دي معظم المشاكل اللي احنا أي. دي المشاكل اللي بتقابلنا في معظم المشاكل اللي احنا بنقابلها. لكن لا حته ان الموضوع انت تقدر تمانج ده وتقدر تحافظ على الريزرفيشن زي ما هي تقريبا نفس بالظبط المعدل، فده حاجه بالظبط. صعبه جدا. اصل خد بالك من نقطه، السبورت كامبس هي سيزون، بنتكلم شهر 7 شهر 8 شهر 9، طب بقيه السنه ما لو اشتغلت يوم بس هبدا اشتغل على الفرقه المصريه بعد كده مع فتره توقف مع حكومه بادجت للنوادي، فانا ما ينفعش ان انا اوقف حياتي كلها كفندق على السبورت كامبس، لا لازم الموضوع يبقى فيه بيزنس ميكس، وده بيفيد كتير، البيزنس ميكس بيفيد في حاجات كتير. فانا شايف ان احنا شغالين كويس، نتمنى السنه دي السيزون دوت يكون كويس، شغالين عليه من بدري. بالمناسبه عندنا فرقه المريخ السوداني موجوده بقالها شهرين ومتهيألي مستمرين، طبعا بندعمهم وناس محترمه جدا الصراحه و... الدنيا ماشيه معاهم كويس، واعتقد انهم مبسوطين في اسماعيليه، مبسوطين جدا جدا، فالفتره الجايه تبقى احسن باذن الله. ان شاء الله. دعواتك يا وكان انت برضو الاسماعيلي في الدوري لما بيبقى فيه هنا تقريبا معظم الفرق اللي بتيجي تعسكر هنا. بص السنه دي 2024 من اول ماتش الاسماعيلي لحد ماتش بيراميدز اللي كان شغال امبارح ده، كل الفرق اللي جت لعبت الاسماعيلي بتيجي عندنا. دايما خليك سابق بخطوه، دايما ما تستناش الفريق يروح يدور يقول لك طب اجي الفندق اكس ولا واي ولا زد، روح انت سباق بخطوه، شوف الجدول نازل امتى وروح كلمه، وانت بحكم الريليشنز اللي كانت عندك والعلاقات اللي كانت عندك مع الناس، فالناس تقول لك خلاص الناس ديت كويسين والناس ديت انا عارفهم، اروح اجرب في مكان تاني ليه. فالحمد لله يعني انا بقول لك من اول ماتش زد في الدوري لحد ماتش بيراميدز امبارح، كل الفرق اللي بتلعب ودوري الاسماعيلي، الدرجه الثانيه برضه ودوري موجود الدرجه عندهم، الثانيه بتيجي تلعب القناه، ودوري الدرجه الثالثه اللي بتيجي نلعب ومنتخب العربه، ناشئين كله. معسكرات المنتخب الناشئين كلهم، فاللهم لك الحمد الدنيا. احنا بنتكلم على ان فعلا هو 90% من اي كامب او سكاوتنج بيحصل للانديه او المنتخبات تقريبا بتحصل هنا في اسماعيليه. فعلا دي حقيقه دي حقيقه. وعلى فكره الكومبيتيتورز اللي جنبي ناس شاطرين وناس هايلين، وده مساعدني اكتر، وده بيخليني احسن من نفسي اكتر. ولو انا شغال لوحدي هقول لك ما خلاص، ما الناس جايه لي، فمش مش هحسن من بقى نفسي. كده كده النيد موجود، كده كده موجود. كده الناس عايزه لكن دي. طول ما انا خايف، لا لا هتفضل انا تطور. بسبق وانا بطور وانا بشتغل وانا بدي اويرنس للناس اللي معانا، فالموضوع بيشتغل بصراحه، لان انا الكومبيتيتورز اللي معانا اليوم مني كل الاحترام والتقدير، بس هم بيزودوني، فانا حتى لما ايفنت يجي اسماعيليه، حتى لو انا خدت منه شير قليل وكومبيتيتورز خد شير اكبر مني، ما بكونش زعلان، بكون مبسوط. كويس جدا. طيب انا عايز اتكلم بقى في هايلايت على حته كده، انت تقريبا كنت مدير التعاقدات او البريكيورمنت مانجمنت لنادي الاسماعيلي في اسوأ فتره في نادي الاسماعيلي تقريبا، فاحكي لنا بقى على التشالنجز اللي واجهت ابراهيم يعني بشكل عام. بص يا مروان،
انا عايز اقول لك على حاجه. اصعب اولا فتره في نادي الاسماعيلي النادي الاسماعيلي ده اللي يروح يشتغل فيه على الباب امن، بتزوده وبتكبره. اولا انا لما اشتغلت في النادي الاسماعيلي اشتغلت فولنتير بدون بدون راتب، بدون اي فيس. كانت فتره صعبه جدا، كانت فتره انتقاليه. مجلس الاداره استقال في شهر يناير 2023، احنا الاخير في الدوري، عندنا 9 بونت اعتقد او حاجه زي كده. الموضوع صعب جدا، مفيش فلوس في النادي، ازمات ماليه طاحنه. جم مجلس اداره انا بعتبرهم ان هم الناس اللي جت دول ناس انتحاريين، ناس انت كتير بتعمل جدا نفسك في خدت. النار، انت بتعمل بالظبط، نفسك في النار، انت بالظبط، قصاد جمهور استحمل، بالظبط، ما حدش صحيح، هيسمي عليك، بالظبط. الناس دي عايزه مفيش فلوس. فلوس. يا جماعه لعيب الكوره ده الناس فاكرينه في الاول وفي الاخر ان هو ده لعيب كوره مش محتاج فلوس. في الاول وفي الاخر يا جماعه هو مرتب حياته ترتيبه معينه، عنده بيت وعنده مصاريف وعنده ناس بيصرف عليها وناس كتير بيصرف عليها. فانت لازم تلبي له النيدز بتاعته. يعني اتليست ما تخليهوش يقعد سنه وسنه ونص ما يكونش اخد فلوس. حتى لو ابن النادي، هيديك حتى لو ازاي؟ ابن النادي مفيش ومش مفيش الكلام ده، بالظبط يعني. مفيش الكلام ده. فدخلنا. انا برضه حابب اوضح نقطه ان اللعيب الكوره لما بيجي يمضي عقد، العقد اللي بيمضيه ده هو يعني ده اللي بيبلان عليه لمده 5 سنين قدام. طبعا يعني طبعا، هو مش بيبلان على عقد لمده بالظبط. اسبوع ولا اسبوعين والموضوع مصلحه وهتمشي، لا لا، طبعا، 5 سنين قدام بيرتب حياته عليها. مظبوط. وبعدين هو اللاعب الكوره بيعمل كام عقد يعني لو بنتكلم 5 سنين في 5 سنين في 5 سنين هو خلاص خلص كوره. فانت لما تاخد منه عقد مره واحده والنتائج ما تساعدوش فالمستوى بتاعه يقل، فالدنيا تبقى صعبه معاه. فانت كنت لازم تتعامل مع اللعيبه ديت، مش اللي هو لا، انت لازم تكون عارف ظروفهم، تتكلم معاهم. الحمد لله كنت مصدر ثقه للعيبه وكنت مصدر ثقه للمجلس الاداره، كنت يعتبر حالة الوصل اللي ما بينهم. زقينا اللعيبه رجاله، الجمهور هو طول ما الجمهور ده موجود مفيش قلق على النادي الاسماعيلي في كل الاحوال تحت اي ظروف. عدينا بفتره كانت صعبه بس الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله حته ان عدنا. النادي من 2002 ما بياخدش بطوله، ولسه الجمهور بيشجعه حتى الان بنفس الروح بنفس الشكل. بدخل الاستاد بلاقي ناس كتيره جدا موجوده، ارجع واقول لك ودعم الشغف. دعم غريب، لا في شغف، دعم غريب في شغف، في شغف. الجمهور الاسماعيلي عنده، هو بيصحى الصبح يوم ماتش الاسماعيلي كلنا كده النهارده الاسماعيلي هيلعب انا مبسوط، انا مبسوط ان الاسماعيلي هيلعب. الاسماعيلي بقى حالته كويسه حالته مش كويسه، هنكسب هنخسر، انا عايز اتفرج على الاسماعيلي. فاتمنى الامور دلوقتي اتحسنت كتير كمان، مجلس اداره منتخب جه الدنيا ماشيه بشكل لحد ما، يعني اب اند داونز بس. لا الدنيا بقت تمشي كويس. مستحيل اللعيبه بحكم ان انا كنت موجود فانا على درايه في اللي بيحصل دلوقتي. لا مستحيل اللعيبه ماشيه بشكل كويس. في قواضي طبعا كبيره على النادي، الله يكون في عون الناس اللي موجوده، بس انا واثق ان شاء الله انها تتحل. ان النادي دلوقتي بيطلع شباب صغير بيتعمل فيهم انفستمنت. الانفستمنت ده نوعين، يا اما هتخليه معاك عشان تبني عليه وتاخد بطوله، يا اما زي ما حصل مع اياد بعته هو اللي فكرك الازمه كلها. ففي كل حال من الاحوال لا الاسماعيلي ما حدش يقلق عليه. الاسماعيلي كبير بشبابه واولاده والناس اللي موجوده والجهاز الفني ومجلس الاداره. ان شاء الله ربنا يوفق والسنه دي تعدي على خير. برضه احنا لسه بنبني ومن السنه الجايه نبدا نتارجت احنا عايزين نروح فين. عايزين نبقى في نص الجدول، طب السنه اللي بعدين نخش مربع ذهبي، واحده واحده، بس لازم نبني من تحت، نبني من تحت. ف انا شايف الفتره بتاعتكو، يعني انتوا في الاول الفتره كان في شفت ضغط جماهيري فرقت علي جد. على فكره انا يعني كنت متواجد في اسماعيليه في الوقت ده. صحيح، الفكره هنا في النقطه دي اللي بتكلم فيها، ان انتوا ازاي مريتوا بالستريس ده. انت الجمهور بقى كان ضدك، صحيح، كان ضدك قوي يعني صحيح، صحيح، وبغباء يعني. صحيح، وبعد كده لما بقى لقيته الابريشيشن من الجمهور في اخر الموسم. صحيح. هقول لك على حاجه. يعني انا كنت بصلي الفجر قبل كده مع حد من الجهاز الفني. اه كنت بصلي معاه الفجر اول ما اه مسك الفتره ايوه بتاعته مع كابتن ايوه حمزه، وبعد كده بعد ما خلص اه في اخر السيزون. في الاول ما كانش حد بيسلم عليه، في الاخر الناس كانت صحيح، بتسلم عليه ومبروك يا كابتن، صحيح، في صحيح، ابريشيشن منه. صحيح. احنا اسماعيليه بلد صغيره والجمهور الاسماعيلي بيعشق الاسماعيلي، فمعاه كل الحق. العمل العام يا مروان لما تشتغله خدها كده انت ان انت تبقى قابلت العمل العام. فلما حد يهاجمك تقبل. انا مش هنسى ابدا تاني يوم لما قالوا ابراهيم نصر مدير تعاقدات النادي الاسماعيلي هجوم
ازاي وفين ومنين ولعب امتى وما لعبش امتى ودخل امتى وما دخلش امتى عشان عارف وكلام مربوط كتير دايما امتى والصفقات والدنيا والفلوس انت معلش انا عايز جالي اهايلايت على الصفقات اه والعقود اللي انت. الصفقات. انا على فكره انا جاي كان فاضل لي يومين على القيد. طبعا مش انا اللي عامل كده، انا معايا ناس كتير بتساعدني من مجلس فاكر ان الاداره في طبعا. بوست نازل على الفيسبوك ان انتوا مسكتوا الساعه كذا، بالظبط. احنا بالوقت 48 الفلاني، ساعه. استلمنا الساعه كذا وقضينا احنا الساعه كذا وخلصنا الساعه كذا، يعني 8 مش ايام، انت في ساعات. 48 ساعه بالظبط. 48 ساعه قدرنا نجيب. كان سيرجي اكا وجبناه بشروط معينه وكنا مضطرين نقبل بالشروط ديت، وكان معايا دكتور محمد جمال عضو مجلس اداره دلوقتي، راجل محترم جدا. زي ما انا اديت هو ادى في نفس المهمه. سيرجي اكا من الاسباب الكبيره اللي خلت الاسماعيلي يقعد في الدوري السنه اللي فاتت. واعتقد ان احنا ما خسرناش في الاخر، ادينا له 800,000 جنيه، خدنا منه 2.5 مليون جنيه. فالدنيا بالنسبه لنا قضى المهمه بثاته ومشي. كنا عايزين يقعد، بس انت في الاول وفي الاخر اولا اولا بالنسبه لسيرجي اكا، اولا انت بتشتري سمك في ميه، فانت مش عارف الدنيا فيها ايه. ثانيا انت كنت بتشتري ليك هدف، ليك جول، ايه هو؟ ان تقضي الست شهور دول وتقعد في الدوري. انت مش شاري سيرجي اكا راجل عنده 30 سنه عشان خاطر تعمل انفستمنت فيه. انت راجل اديت له مبلغ صغير على اساس ان هو يقعدك، والحمد لله ده اللي حصل. عبد الرحمن مجدي كان فسخ عقده. فعبد الرحمن شخصيه جميله جدا طبعا. انا كل اللعيبه اخواتي، عشان كده مش هتلاقيني ابدا 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 بتكلم على لعيب غير بكل خير، كلهم عشان انا مقدر ظروفهم. عبد الرحمن عمل الراجل اول ما قلنا له انصاع للموضوع ورجع وقعد وكمل. وانا شايف ان عبد الرحمن مجدي انفستمنت هايل للنادي الاسماعيلي، سواء هو مكمل او هيتباع ويدخل ايرادات كبيره. اللعيبه الصغيره كلها بتحب عبد الرحمن مجدي على فكره. جدا جدا جدا، هو شخصيه كويسه جدا جدا جدا. وتالنت عبد الرحمن مجدي في مكانه من احسن لعيبه موجوده في مصر. عبد الرحمن مجدي من احسن اللعيبه موجوده في مصر في مكانه. عمر الساعي جدا، عمر الساعي 5 سنين. عمر الساعي عمر الساعي احسن لعيب في مصر، احسن لعيب في مصر. احسن لعيب رقم واحد في مصر. محمد نصر، الناس اللي احنا جددنا لهم، الراجل ده مظلوم برضو، عمر الساعي مظلوم انت جدا. لما جيت كان هو في الناشئين، عقد ناشئين صح؟ كان عقد ناشئين، كان عقد ناشئين كان بياخد 4000 جنيه في الشهر. فكان لازم يتعمل له وعلى فكره مجلس الاداره اللي موجود دلوقتي عدل له العقد ايوه. وكتر خيرهم، مم. يستاهل. ومحمد نصر من احسن السرد باكات موجود اللي موجودين في مصر. بس الكيمياء مش ماشيه بينه وبين الجمهور شويه. لكن انا بفكرك اهو، محمد نصر هيبقى سرد باك منتخب مصر الاساسي في وقت من الاوقات. حاولنا نعمل شغل كويس الحمد لله. قعدنا انا بشوف ان اللعيب اللي يعرف يمر بالظروف دي اللي النادي مر بيها ويأدي في الملعب ويلعب كوره، ده لعيب صحيح توب لاين، صحيح وهيبقى توب لاين قدام. صحيح لان صحيح هو شاف ابتلاءات فعلا يعني ما حدش يقدر فعلا يستحملها. انت فعلا بتتشتم لو فعلا خد بالك الاداء الوحش مش مربوط يعني لو في جمهور بيحفزني وانا في حد مستنيني بره عايز مني فلوس، ما انا مش. مظبوط. ما ده على فكره ده كان بيحصل، كان في ناس عليه لعيبه عليها فلوس، الناس اللي واخدين منهم فلوس بيجوا لهم بره الاستاد، فانت مستني منه ايه؟ وعلى فكره واللعيبه اللي بتوع الاسماعيلي، اللعيبه كلهم اللي كانوا موجودين كلهم لعيبه رجاله، كلهم بيستحملوا النادي، كلهم بلا استثناء. انا شايف الجهاز والاداريين اللي مروا بالمرحله دي طبعا سواء عدوا كابتن حمزه الجمل، سواء ميدو ما كان قبله. اه الناس ديت ادت الامور على احسن، يعني احسن حاجه ممكن تتعمل الناس ديت عملوها، سواء جهاز ميدو او جهاز حمزه الجمل، الاثنين. وكابتن شيحة كان ليه دور كبير قوي لازم طبعا ليه دور كبير جدا جدا جدا. بس انا كابتن شيحه اخوك كبير، ف فشهادتي فيه مجروحه، لكن الراجل ده في حته تانيه لا انا خالص. هقول انا كنت بسمع حاجات مش صح من الجمهور. اه لا لما احنا اتعاملت معاه في وقت قليل جدا، بس انا شايف واحد عنده استراتيجي صحيح مش كده صحيح. يعني. اديك بالمناسبه، احنا يوم ماتش الداخليه الاخير اللي كنا بنلعبه في السويس، اللي هو ماتش البقاء، فانا وهو رايحين في عربيه واحده، انا سايبه وهو جنبي. فالدنيا احنا بقينا نمشي في الشارع، الجمهور كله بينده على شيحه يتصور معاه، وشكرا 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 وشكرا. فكانت الانتخابات قربت، فهو قال لي انا قضيت المهمه اللي انا عايزها وتمام والحمد لله ونجحت. وراجل بدون خوض في تفاصيل معينه، لكن الراجل عمل كل حاجه تنفع تعمل، سواء حاجه شخصيه او حاجه بحكم علاقاته. قال لي ابراهيم النادي عليه 5 مليون دولار، انا مش هضيع فرصه على حد تاني يجي ممكن يعرف يحل وانا ابقى موجود. انا مش طماع، انا قضيت المهمه، انا مش داخل انتخابات. دي يا كابتن، دي يا كابتن. خلاص خلاص، واحنا رايحين الماتش لسه ما قعدناش في الدوري حتى، خلاص كنا قريبين يعني. فقلنا لا خلاص مفيش انتخابات، الناس اللي تيجي تكمل بعد كده، الموضوع محتاج فيه شويه مشاكل كبيره هتتصلح
بس مش عايزين الجمهور يبقى مستعجل على الناس اللي موجوده. وانت برضو مريت الموضوع صعب. بستريس يخليك ما تعرفش تاخد بالظبط. ديسيشن بشكل سليم. بالظبط، بالراحه، واحده واحده. الناس جايه تفكر ترتب اوراقها، الناس تبص في ورقها، تشتغل، قواضي كتير عليهم، وفي نفس الوقت ربنا بيهديك بهدايا ان يطلع لك لعيب ناشئ فتبيعه فتحل بيه مشكله، وهكذا وهكذا، فالدنيا تبدا تمشي احسن. لكن لا طبعا كابتن محمد شيحه احنا هنا في الاسماعيليه بس مش عارفين قيمته كويس، لكن الراجل ده انا عندي كارت الاسماعيليه بس الراجل ده في حته تانية، في حته تانية بجد، في حته تانية بجد يعني. ف ربنا كده يوفقه، واعتقد داخل على خطوه جديده الايام الجايه ديت في حاجه كويسه هتفيد اسماعيليه، فربنا يوفقه فيها باذن الله. دايما بقى الواحد بيعيش في الاسترس لحد لما يلاقي الابريشيشن. يعني انت بتتقبل الاسترس عشان عارف ان انت في يوم من الايام هتوصل مظبوط، للتقدير ده والابريشيشن. مظبوط. لما شفت الابريشيشن من الجمهور ومن اللعيبه من الاداريين، ازاي قدرت ان انت تمانج انا المشاعر بتاعتك؟ انا بمجرد مرور 48 ساعه ان انا بقيت مدير تعاقدات النادي الاسماعيلي، انا ما حسيتش باي ستريس، عشان خاطر انا شلت الموضوع من دماغي. جات لي مكالمه من اخويا الكبير وحبيبي محمد بغدادي، هو قاعد بره مصر، كلمني قال لي ابراهيم عندك حل من الاثنين، يا تعمل دي اكتيفيت للاكونت بتاعك على السوشيال ميديا عشان ما تقراش اللي بيتكتب، يا تكون قوي، يا تكون قوي وتقول تبص بس مش هترد على حد ولا هتعمل اي اكشن خالص. فانا اخترت ان انا اكون قوي واشوف وما فيش مشكله. كنت بالليل اخلص شغلي في الشغل الطبيعي واروح النادي، اخلص وانزل اقعد مع الناس تحت، الناس اللي هي اصلا بتتكلم وبتسال، واللي عايز يسال على حاجه بيسال وانا بجاوب، لحد ما بقيت تكسب احترام الناس واحده واحده. يقول لك والله الراجل ده شكله كويس، الراجل ده شكله بيعمل حاجه كويسه، الراجل لا. واحده 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 نزلنا، اتعاملنا مع اللعيبه، اتعاملنا في مستحقات، اتعاملنا في مشاكل، لحد ما الامور عدى بصراحه. فانا ما حسيتش، انا حسيت بمتعه يعني الفتره اللي احنا قعدناها لحد ما من شهر واحد لحد ما الاسماعيلي الواحد خد لما الدوري، بيشوف انا كومنت حسيت سلبي بمتعه ما بيقدرش ان هو غصب ما عنك، بالك بقى في اللي بيشكك في قدراتك وفي غصب عنك، امكانياتك وانت بتعمل ايه وانت مين وانت غصب عنك، كل الحاجات دي. غصب عنك. لا خليك قوي، وخد بالك خليك انت قوي. الديسيجنز اللي خدتها انت ومجلس الاداره لحد دلوقتي هي دي البذره اللي انا شايفها مستمره في النادي، او دي الزرعه اللي انتوا الناس بنيتوها. خدوا قرارات هايله جدا، انا كنت اداه معاونه ليهم. لكن الصراحه يعني انا بنصح اي حد يشتغل في اي عمل عام ما تسمعش، اشتغل ما تسمعش، طالما انت عارف نفسك بتعمل حاجه مظبوطه ما تعملش حاجه غلط، ما تسمعش. طيب انا عندي سؤال، انا نفسي ان انا فعلا تجاوبني عليه عشان استفيد منه. يعني ازاي قدرت تحافظ على الديستنيشن دي؟ ازاي قدرت يعني ممكن نقول اسامي الانديه اللي بتيجي هنا بتعمل معسكرات، ولا اه مين اسامي طبعا، مثلا جوه مصر كل فرقه مصر، بره كل مصر؟ فرقه مصر باستثناء بس الاهلي، هو حتى الاهلي قطاع ناشئين بيجي يعسكر عندنا. اه ما انا عارف. يعني كل فرقه مصر كلها، بيراميدز كان لسه عندي امبارح، يعني ما كل فرق. بالنسبه لبره مصر الدوري السعودي دوري يلو، وده دوري يعتبر ايكوال مثلا للدوري عندنا المصري. انا بكلمك فهم 18 فريق، 18 فريق كلهم جم معسكر وقت من 2018 لحد 24. فريق العداله، فريق القادسيه، فريق الفيصلي، فريق الهلال الشباب، فريق القيصومه، فريق الترجي، فريق العين، فريق احد، فريق هجر، فريق العروبه. في معظم الانديه دي في التعاقد معاهم مش بروفيشنال 100%. يعني ممكن يبعت لك على الواتساب يحجز وحاجات زي كده، فانت لا الموضوع اتغير بالنسبه اتغير اتغير خالص. لا الناس دي بقت الموضوع بالنسبه لهم بقى في اندستري، احترافيه اكتر، بس قبل كده اندستري. كان يا الموضوع ريتنا صعب شويه. لا ده احنا يا ريتنا احنا نبقى الدنيا ماشيه زي ما هم ماشيين دلوقتي. لا الموضوع بالنسبه لهم بقى اندستري، فلا كل حاجه منظمه، كل حاجه من بدري، كل حاجه بعقود، كل حاجه بورق. لا الدنيا مترتبه جدا جدا، انا برتاح الصراحه في الشغل معاهم جدا جدا جدا. ازاي قدرت بقى ان انت تحافظ على الديستنيشن دي؟ خلاص، هي ما هو الناس جم جربوا، جم بدل ما كان بيدفع في معسكر مثلا 10 دولار بيدفع 5 دولار ويخلي الكواليتي وياخد نفس الكواليتي ونفس السيرفيس اللي بياخدها. فخلاص هو هيعوز ايه تاني؟ جه هنا لا الناس كويسه، خليك ترانسبيرنت وخليك صادق مع الناس دايما، ما تضحكش على حد، ما تحاولش ان انت تضلل، واعرف اقول لا، واعرف اقول ما عنديش، واعرف اقول مش هقدر اعملها. كده انت تزداد احترام. مش لازم كل حاجه بنعرف فيجي الراجل ما يلاقيش اي حاجه موجوده. لا اعرف قول لا والله دي مش، ما بعرفش اعملها، مش عيب، كويس. خليك صادق، خليك اونست، خليك ترانسبيرنت واشتغل. طيب عندي سؤال، ابراهيم عايز يوصل لايه بعد 5 سنين؟ مش سؤال HR بس، انت من الفيجن بتاعتك اللي انا شايفها ان انت قدرت ان انت البني ادم اللي بيقدر يغير في ماركت
انا بشوف ان الفيجن بتاعته ما بيبقاش ليها حدود. فانت عايز توصل لايه بعد 5 سنين؟ ارجع اقول لك تاني، انا يوم 5/9/2019 كنت قاعد في المكتب عندي، كتبت المسج دي كتبتها لنفسي، عايز احققها، هبقى رقم 1 باذن الله كاونر ايفنت في مصر، ماشيين فيها كويس. اعتقد ال5 سنين قربوا يخلصوا، فان شاء الله كام شهر اللي باقيين دول كده اكون حققت اللي انا عايزه باذن الله. ان شاء الله. طيب انا عندي سؤال اخير، عايز نصيحة تقولها للشباب بشكل عام، وتقولها للعيبة الكورة او للاندستري بتاعة كرة القدم في مصر بشكل عام. نصيحة للشباب، هو مفيش حاجة سهلة، وكل الحياة اب اند داونز كتيرة، فانت ما تيأسش، خلي عندك فكرة، اشتغل عليها، اجتهد، اشتغل كتير، اشتغل كتير، اشتغلش، ما تقولش انا موظف وشغال 8 ساعات، اشتغل كتير واشتغل في كل حاجة، اشتغل واعمل بباشن. بباشا، واعمل كونكشنز كويسة، هي دي في الاخر اللي بتفيدك، دي راس مالك. اعمل كتير، وخليك اونست وترانسبيرنت قدام نفسك وقدام الناس عشان الناس تصدقك، والناس تتعامل معاك مرة واثنين وثلاثة. ومفيش حاجة سهلة، كل حاجة انت بتاخدها بتدفع قدامها ضريبة، فربنا يوفق الشباب كلهم يعني. نصيحة بقى للكورة في مصر. والله يعني كاميرا هي بقى. ده انت بتحرجني كاميرا هي معاك. معاك. والله نفس الموضوع يبقى اكثر احترافية من اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، الموضوع صعب جدا. آه الكورة يا جماعة دي اندستري دلوقتي، انا مش عايز اقول لكم ان لما عملوا ريسيرش على ايه اكتر حاجة بتجيب فلوس في الصناعات والتجارات وكلها، يعني قال لك بعد المخدرات وبعد وبعد المخدرات وبعد حاجة تانية كده، كرة القدم اندستري كبيرة جدا، نستفيد منها ونشتغل عليها ونطورها ونبقى ملتزمين، وما فيهاش اهواء، ما فيهاش اهواء خالص. خلينا نشتغل ورقة وقلم ونبص في ورقنا، كل واحد يبص في ورقته، ما يبصش اصل ده بيحصل له كذا وده بيحصل له كذا، نشتغل والدنيا انا شايف ان احنا على الطريق بس متأخرين شوية، محتاجين نجنب الأهواء على جنب شوية. انا شايف النصيحة دي مهمة جدا 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 من شخص كان جوه المعمعة، يعني زي ما بيقولوا. انا بجد مبسوط جدا بحلقة ربنا النهارده، يخليك يا مروان، مش عايز اوقف. ربنا يخليك، انا ما وعايز حسيتش بالوقت والله، والله انا ما بجد حسيتش بالوقت. انا مبسوط جدا جدا جدا، ربنا واستفدت يخليك منك يا كتيرة مروان، جدا. ربنا يخليك. وانا بحب جدا الناس اللي عندها حاجة معينة او تارجت وعايز يوصل له وبيوصل له. انت قدرت تغير في الماركت، السياحة الرياضية في مصر، ودي فعلا حقيقة، مش بقول كده عشان خاطر اي حاجة. فانا بحييك على ده، وان شاء الله تحقق الجول اللي انت عايزه. وانا فعلا فعلا انبسطت جدا بان انت استضفتنا النهارده. انا ما حسيتش بالوقت معاك خالص، انت حد انا زي ما بقول لك كل ما بقعد معاك مره يا مروان انت اصغر مني، بس انا ما بكسفش ان انا اقول لك كل مره بقعد معاك بستفيد منك اكتر واكتر. ده شرف ليا والله. ففعلا القعده ما حسيتش بيها جدا خالص، الناس بس عايزين يدخلوا يشوفوا شغلهم فده اللي مأخرنا، وانت نورتوني وشرفتوني، وشكرا جدا يا مروان. شكرا ليك. احنا النهارده كانت حلقه مثمره بالسين، بالثي. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. اتفرجوا على الحلقات اللي فاتت واستنوا الحلقات اللي جايه، وسيبوا لنا لايك وكومنت واعملوا سبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.